ما يشبه حتى مهرجان وبرنامجه ماهوش مستهلك. السياحة والتعريف بالمنطقة والثقافة والترفيه أهم الأهداف اللي يسعى لتحقيقها. نحكيو على الدورة الثالثة لمهرجان ربيع القطار بمعتمدية القطار التابعة لولاية قفصة. تغطية خاصة نتفرجوا ببعضنا. القطار واحدة من أجمل معتمديات مدينة قفصة، موقعها متميز بطبيعته الجغرافية، يحرسها جبل عرباتة وتزينها واحة نخيل. القطار معروفة بمعالمها التاريخية والأثرية اللي تحكي على عراقة المنطقة هذه 40,000 سنة قبل الميلاد. القطار مدينة تعرفت بالواحة واللي تربط بين السبخة والمدينة، مساحتها 530,000 هكتار، تعتمد في الري على تقنية المكيل. الواحة هي بمثابة الرئة اللي تتنفس بها المنطقة هذه. الماء يبدأ هابط من جبل تبدأ تلقى بير فهمتني ولا؟ فما 27 عين حسب تقريب، و27 متواجدين من أول ما تدخل للبلاد حتى لآخر البلاد، ويبدو هابطين من جبل حتى للغابة يسقيوا يعني الواحة الكل. تنجم تقول كل دار تلقى فيها بير، البير هذا نسموه بلغتنا احنا المكولة. المنطقة هذه منطقة الحضارة والتاريخ، منطقة الثروة، منطقة عرفت برشا حضارات مع البربر والرومان والعرب. تجولنا في السوق القديم، أغلب الدكاكين كانت مسكرة ما عدا البعض اللي ما زالوا يسترزقوا منها. القديم كان معمر ماليه الكل، ما قعدش حتى واحد حي، وسكر السوق وتحلت معناه في الشوارع الحوانيت، فهمتني؟ والسوق القديم علاش تسكر؟ علاش تسكر؟ سكر معناه الناس هربت الواحد يحل الحانوت من داره. مش بعيد برشا على السوق القديمة جبل القلعة، المكان اللي تتبارك به نساء للحصول على ذرية صالحة. الطقوس هذه ما زالت لليوم، الحنة، الشمع، الكفن وغيرها، هذم الكل تلقاهم في جبل القلعة. هي طقوس يعني تصير في هالمكان هذا، يعني لطرد العين الحاسدة وطرد ما بين ظفرين، معناها كما نقولوا في الدارجة بالتابعة. الإنسان لما تتقطع به السبل معناها ويحبس معناها فيما هو بيولوجي معناها علمي معناها طبي، يلتجئ إلى كل الطرق معناها باش يحاول. معلم القطار أقدم المعالم الدينية المكتشفة. المعلم هذا تم نقله المتحف باردو، لكن مكانه الأول ما لقاش اهتمام من قبل وزارة السياحة. يعتبر أقدم معلم ديني في العالم، يرجع لتاريخ 45,000 سنة قبل الميلاد. كان جد في مكان آخر ولا حاجة وقع الاهتمام به والتسويق ليه، وهو ينجم يكون تسويق لتونس كاملة. ما نتكلموش على 6,000 سنة حضارة، لكن هذه 45,000 سنة وماشي 3,000 سنة وماشي 6,000 سنة، بالنسبة نتكلموا على 45,000 سنة في القطار. القطار منطقة تميزت مهرجان ربيع السياحة، بدا نهار 19 مارس وتواصل حتى 23 مارس. الدورة هذه حولت القطار العرس فني مزيان برشا. سياحة، ثقافة، ترفيه، هذا شعار الدورة، والسنة كان الإصرار كبير برشا باش تنجح الدورة معلقين عليها شباب المنطقة برشا آمال. قدمنا لوزارة السياحة أكثر من مرة، هذه الدورة الثالثة، وننتظروا إن شاء الله وزارة السياحة تلتفت للتظاهرة هذه، لأنها مهمة برشا، لأنها معناها تساعد على التنمية، لأنها تساعد على نمط كما قلت لك جديد في هو السياحة الثقافية. مهرجان في الدورة الثالثة بدأت تتكون الشخصية متاعها حتى تكون لنا سياحة بديلة، سياحة جبلية بيئية، حتى أنه يكون من عرج آخر للارتقاء بالمشهد السياحي في تونس بصفة عامة. 21 مارس 2016 التحضيرات كبيرة والاستعداد الحفل الفنانة إيمان شريف في لمسته الأخيرة. إيمان أول مرة تزور مدينة القطار.
كي تشوف الناس تستنى فيك وناس يعني بعدد كبير تعديت انا بكري قدام الفestival وتشوف لا ديكوراسيون وتشوف معناها فرحانين بيا وانا ما نجمش نعبر بالكلام دونك جيساي من كل قلبي باش نعبر من بعد سور سين. مارس 2016 الطقس كان خايب برشا، ريحة قوية، عاصفة رملية كبيرة، لكن بالرغم من هذا رواد المهرجان أصروا أنه يكملوا الطريق متاعهم. جبل عرباطة اللي شهد عملية إرهابية كبيرة وتم القضاء على 5 عناصر إرهابية والعثور على الأسلحة. الجبل هذا اليوم يغني يعزف وكل واحد يعبر بطريقته. احنا سنة في المهرجان ربيع القطار حتى جبل مش مخليهولهم يا سيدي، هاك تشوفي تبارك الله تنجم تصور باش تشوفوا الشباب في اعلى قمه الجبل، حتى واحد ما خايف، بالعكس الناس الكل قادمين الحياه، تسمعوا في الدربيك، تسمعوا في الجو تزغريت وكل شيء. جبل بالرسمي نتاع توانسه، ملك للتوانسه، عندنا الحق نعملوا فيه سياحه، عندنا الحق نتفردوا ونغنيوا نشطحوا ونعملوا اللي نحبوا في جبل، خاطر جبل تونس مش جبل اي حد اخر. جبل هذا نتاعنا احنا، هذيك طبيعتنا احنا، رانا نباتوا هنا ونسكنوا هنا. احنا اليوم في جبل عرباط وفي بالتحديد في واد زرزيحه، هذه يعني المكان اللي حبينا نجوه الاهالي الكل باش نعبروا على فرحتنا بالمهرجان وباش نتحدوهم ونقولوا لهم نحن مع الحياه ليس مع الموت. انا اول مره نجي للزرزيحه، هاني قطريه اول مره نجي لواد زرزيحه. ما تزرزحتش وانت صغيره؟ والله اول مره. ويا ناري عليك، وتزرزحتش وانت كبيره على الاقل؟ لا كي جيت طالعه في ديفيسيل بالذراع طالعه. ايش نقول لك اسمعني هما يروحوا وانت اطلع تزرزح. ان شاء الله تنمشي ثاني نشرب التاي ونفطر وبعد اللي نطلع. لن يمروا ولن يقهرونا زاد بحول الله. ان شاء الله منصورين ابدا مستحيل. لا لن يمروا بالطبيعه، نحن هنا. هذا أول كسك في جبل. اي أنا ننوروا في الجبل نتاعنا ونحفلوا بلادنا. توا تاي في الجبل يهبل التاي في الجبل، ريحة الشيح والكلية. لا دنيا أخرى، والله دنيا أخرى. شبيك الناس جايبة كسكس بالفول والرايب، ناس جايبة البركوكس، ناس جايبة المطبقة، ناس جايبة كسكس بالحلبة. هذه أكلتنا احنا وهذه عاداتنا. هذا جبل 5 نجوم. شنو 10 نجوم هذا؟ كان عندنا 30 نجمه هذا على القوله برجوليه. الحمد لله ما حالة كان ديما اخضر، ما لاباس ان شاء الله منورين احنا هيك. اكثر من 5 نجوم تحب تقول، مي هيك تشوف معناها يمكن كان يعملوا لنا ثنيه طريق معناها يوصل معناها لهنايا باش الكراهب والناس معناها بالميكانيك نتاعها تنجم توصل لهنايا. كيفك تشوف معناها شويه صعوبات، مي الحمد لله صافا معناها تعدل كلك لاباس، وراك تشوف الناس كلها معناها عامله جو فرحانه والحمد لله. كنت تصور روحك تعمل قهوة عربي في قمة الجبل؟ لا أول مرة. صعيبة برشا ما هنا حققناها. جيت قهوة في الجبل، سمحة برشا الفرصة. أنا جيت خصيصا للمهرجان، ثاني مرة في عمري كله ما نعرفوش، ثاني مرة نطلع في المهرجان. كان جاي وقالوا لي راك باش تمشي، نقول لهم لا راهو ما نتصورش كان باش نطلع الجبل كيما هذايا ونعملوا قهوة كيما اللي كيما نشربوا فيها توا، والجو اللي ريناه توا والعباد الموجوده لهنا. ربما واحد باش تعجبه واحده لهنا، ربما يغدو يتقدم باش يخطبها، في الصيف نلقوا عرس، بعد عام نلقوا بيبي، وهذيك هي الحياه راهو.
قول انت كنت فودغ في الجبل. يا خمالة الجبل انا راه بتجربه عمناول كان المهرجان السبب في حبيتوني في الجبل؟ نعم اي ثم الحب ينشأ في الجبل فهمتوا لا مش كان الارهاب في الجبل الحب ينشأ في الجبل. قال لك في الجبل في قمة الجبل تنجم تلقى نصك الثاني. امبوسيبل ما نلقاش نص الثاني في الجبل. والله علاش ليه ما نلقاوش في البر نلقاو في الجبل عاد شبيه. نعرفش نجم اي موجود تلقاه نص واكثر من نص تلقاه. يا عاد شنو شعورك وانت طالع الجبل؟ شعور لا يوصف برجولي تعب وبالسيف طالعين وواحدة ما حاجة أخرى معناها كي ترى كيفاش والعباد معناها حاجة أخرى تزيد تشيخ تحب تطلع للآخر القمة نتاع الجبل. أنت هوني قاعد في القمة تعس على الجماعة؟ يعني نتفرج يا أخي كي العباد. اسمع توا الطلعة مضمونة وإلى حد الآن مضمونين ولاباسها علينا، زعما كي نهبطوا لاباسها؟ لا لاباس الحمد لله. ما يصير لنا شيء؟ لا ما يصيرلكش حد شيء. قل أنت يحمينا الكلب هذا؟ أي. تو صعيب هذا؟ لا مش صعيب. يدافع عليك؟ أي مازال صغير يا أخي مازال ما كبرش، يكبر يدافع. يا ربي تحمينا من الارهاب بعد علينا المشاكل. سيرتو القطار بصراحه جو فيها زعما ما يصير شيء. لا ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ما يصيرش حتى شيء. الاحوال الجويه ما تسرش وفما امكانيه انه يتاجل عرض الفنان وليد التونسي. عملنا طله في المسرح والاستعدادات الحفل وليد في لمساتها الاخيره. 8 قد يطلع الفنان وليد التونسي على ركح المسرح ويغني في ظروف صعيبة برشا ويتحدى العاصفة الرملية. مهرجان ربيع السياحة بالكتار، المولود الفني هذا كمل عامه ثالث والقى بيئة مزيانة برشا، بيئة دافعت عليه وخلته يكمل مسيرته. قابلنا الفنانة إيمان شريف اللي كانت حاضرة في مهرجان ربيع السياحة بالكتار. ليلة كانت من أروع الليالي بالنسبة لإيمان اللي يتفاعل معها جمهور الكتار وغنى أغنياتها الكل. السهرة هذه والجمهور الكبير اللي كان حاضر وإنتاج إيمان شريف والشو اللي عملته خلتنا في حيرة كبيرة وقدام برشا أسئلة، منها علاش الفنانة إيمان شريف ماهيش موجودة في المهرجانات الصيفية. صوت قوي، حضور مميز، تلفت الانتباه في كل طلة لها، ملكة الشو، هذه هي الفنانة إيمان شريف. يا جماعة اللعبة مش متاع طلاق، متاع واحد يردس خفيف في الكتار ويقول هذا مين مش نهار، نحي صباح اي وانتوا معايا يلا
البوز يلوج على الناس اللي تصنع البوز من غير لا تفيق، معناتها اتخ سبونتاني ديجا، هذاك هو البوز، انك اللي تحسه تعمله من غير قيود. ما تنجمش تضرب عند الناس وانت ماكش ضارب عند روحك، لازمك تكون عامل سوكسي مع روحك وشيخ مع نفسك وتحب روحك وتحب غنيتك وتحب صوتك وتحب اللي تقول فيه وتقول فيه بصدق، فسيستيماتيكمون باش يخلط الناس. انا بكري نسمع في حس نتاع عرس لهنا وما يعطانيش قلبي باش نرقد، نمشي نرقد ندوش بدل حوايجي، لازمني نعمل فازه خاطر مش كل يوم انا موجوده في قبصه، دونك لازمني نفرح الناس هذوما. دونك كلمت حما فوالا يلي لا نوتر اجون دو سيكوريتي، مشى لجماعه العرس، مشى مع الفرقه بالسرقه باش ندخلوا نغنيوا لهم هكاك. دونك معنا اللي الكل باش ندخلوا نهدوا عليهم ويتيح الضوء وباش تتبردل الدنيا. يلا تبعونا. غنات الوتري والشعبي، لحن لها التونسي واللبناني، أثبتت وجودها في الساحة الفنية التونسية، لكن للأسف ما لقاتش تجاوب من قبل مديري المهرجانات اللي تجاهلوها وما اعترفوش باسم إيمان الشريف. أنا نخدم في الشتاء، نتعب على البرودكسيون ونستنى في الصيف باش نخدم لي فيستيفال، وكل عام نتعب في الشتاء وفي الصيف ما نلقاش يعني شنو يعني التعب هذا ما تلقاش تجاوب من عند يعني المهرجانات. طولت ترجعت هلا خلصت اللعبة عالبعد تغيرت نرجع سوا صعبة قلبي نسي اللي راح باع الجرح وارتاح لوين راجع تفتح جرح قلبي. إيمان الشريف كغيرها من الفنانين تطمح انه اسمها يكون موجود في اغلب المهرجانات وتقابل جمهورها. ايمان دقت برشا بيبان وقدمت ملف مشوارها الفني. انا نجو ديبوزي دوسيي ديما كل عام بعرض جديد وخدمه جديده وغنيت جدد وضاربين عند الناس والناس تحبهم وتغنيهم وترددهم. وانت حضرت على فيستيفال وشفت الناس تفاعلاتها مع الغنيت نتاعي، دونك هوني ما نجمش نعمل انا كل شيء، دونك جلس كل واحد يخدم خدمته وانا نخدم في خدمتي والدوام ينقب رخاء. مولا الديوان مولا الديوان مولا الديوان يا سيدي راني عطشان. مولا الديوان مولا الديوان يا سيدي مولا الديوان يا سيدي يا سلطان. ولد العجمية ولد العجمية ولد العجمية يا سيدي ويعز عنايا. بابا بحري بابا بحري يا سيدي بابا بحري يا سيدي خلص وحدي. ونجي نزور جبل بكور جاه الرسول حن على حالي. بابا بحري بابا بحري بابا بحري يا سيدي خلص وحدي. ركح مسرح كرتاج في عام 2015 تعرض النقد كبير من قبل الصحافة وجمهور المسرح هذا، واللي شافوا انه اي واحد ينجم يطلع ويغني فيه، لكن ايمان الشريف ترى انه رصيدها الفني مازال ما يسمح لهاش تقف على اعرق المسارح العربية، مسرح كرتاج. انا عمري ما قدمت يعني ان دوسيي للفيستيفال دو كارتاج، وعمري في حياتي ماني باش نقدم، لانه مهرجان قرطاج عمري ما دخلت له في حياتي. ونتفكر جافي 6 ماشيين في رحله في المدرسه، وقفت قدام المسرح قدام الباب وبديت نبكي. صحابي والمعلمه يسخايبوني خايفه من الرومان ومن الاثار وهو اللي جافي با انفي باش ندخل، نحب نكمل نكبر وندخل له ستار. يعني مهرجان كرتاج عمره ما انت تقدم له دوسي، مهرجان كرتاج هو اللي ينادي لك، جمهوره يعيط لك. فانا اليوم ما زلت كي بديت ما نحس روحي لازمني
كم وعدد كبير من الاغاني الخاصه اللي ترددها الناس، كيما مولا الشاش، كيما على الله، كيما يراه يموت، كيما برشا غنيات، كيما يا دموعي، كيما سواك الحار، كيما انيساتي، كيما نحب مازلت نكمل في الريبرتوار نتاعي، ونحب نطلع على ركح مهرجان كرتاج بغنياتي، وهو اللي ناديلي. الامل مازال موجود والعمل ما توقفش، انتاجات جديده، لكن ايمان شريف همها الوحيد الجمهور قبل المهرجانات. اللي يهمني هو غنياتي توصل للناس والناس تحفظها. لي فيستيفال سي با غراف، كل مره يزيدوا يفيقوا اكثر. اللي ايمان شريف جمهورها يجاها، واللي شفته انت زاده في اليوم في الفيستيفال انه اكثر من 5000 متفرج، يعني مش من فراغ. حتى كان ما يغزروليش جو سوي لا، دونك مانيش متغشى بالكل، على خاطر انا مانيش مسلمه، لانه الفن مش اختيار مني، هو فيا، فانا ما نجمش نكون من غير فن. دونك اليوم ولا غدوه ولا بعد غدوه سافا فينير لي فيستيفال وتتحل العقده هذه، سي با بروبليم، معناها بالعكس ما تزيدني كان قوه، وعمري ما نلوم على حتى مسؤول دايوغ، ما نقولش علاش هذاك وعلاش، خلي كل واحد ياخذ قسمه والمكتوب زاد، اوكي، كل واحد وقسمه، وانا عمري ما نعارك على حتى حاجه.